حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لأول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زرار الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهاتي الجديدة. وكمان يا ريت لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك للفيديو. ويا حبايبي واصحابي اللي بيتابعوني على فيسبوك ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ومتابعة للصفحة وشير للفيديو. جماعة الفيسبوك يا ريت تشدوا حيلكم معايا شوية، نشاهد الفيديو لمدة دقيقة من فضلكم، ولايك للفيديو ومتابعة للصفحة وشير للفيديو لو سمحتوا، لان التفاعل على الفيسبوك ضعيف جدا. اوكي ماشي. النهاردة هنشوف مع بعض أسرار وخبايا حبيبك أو الشخص اللي في بالك ما قالكش عليها. الخبايا دي ممكن تكون من أفكاره، ممكن تكون خططه ليك، ممكن تكون نوايا ليك، أو كمان ممكن يكون سر أنت ما تعرفوش أو ما تعرفش عنه حاجة يعني. فهرضي فضولك وأقول لك على حاجات كتيرة جدا ممكن كمان تأثر على علاقتكم بصورة كبيرة جدا. اول حاجة هنشوف طاقته. بسم الله. طيب يلا بينا نبتدي على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بداية كده شايفة ان الشخص ده يعني عنده جبروت وعنده غرور وعنده عزة نفس كبيرة جدا. كمان شايفاه عنده جاذبية كمان للي حواليه، او عنده جاذبية للطرف الاخر بنسبة كبيرة جدا. تمام. بس شايفاه في الطاقة الحالية، شايفاه في حاجة هو مجبر عليها. تمام. عايزه اقول لك على حاجه، هو ممكن يكون كمان طول الوقت بيظهر قدامك. هو قلت لك ان هو شخص عنده كبرياء وعزه نفس، لكن ما يغركش ثباته، ما يغركش غروره وجبروته وقسوته دي. تمام. لان ممكن تكون حقيقته مختلفه شويه، ممكن يكون بيداري ورا اللي جواه، يعني بيداري اللي جواه بجبروته وقسوته وغروره والطاقه اللي هو بيظهر لك بيها. تمام. لان انا شايفه ان هو يعني اغلب الوقت كده مش بيمارس قوته غير عليك انت. تمام. شايفه ان الشخص ده جايله اموال، فيه فلوس حلوه، مبلغ حلو جايله. وشايفه لو انتوا يعني لسه في علاقه قائمه مش هيقولك عليه، او شايفه ان هو مخبي الفلوس دي او مش عايز حد يعرف عنها حاجه. كمان شايفه ان الشخص ده فيه شخصيه رعباه جدا، مخوفاه جدا، مخليه طول الوقت مش قادر كده، تعبان، مش قادر، حاسس ان هو حد ماسكه من ايده اللي بتوجعه. شايفه كمان ان هو ارتكب في حقك اخطاء كتيره جدا. وهو عارف ان انت ليك حق عنده، هو عارف ان هو ظلمك، هو عارف ان هو غلط في حقك. لكن في نفس الوقت بيكابر، بيعترف بغلطه لكن بيكابر. طيب بالنسبة للشخصية المتحكمة دي، فهو دلوقتي مكتئب وزعلان زي ما قلت لك ومتضايق، لان هو بيرفض، لان انا قلت لك شخصيته ان هو شخص عنده جبروت او بيتظاهر ان هو عنده جبروت وعزة نفسه و فبالنسبة له ان حد يتحكم فيه او يسيطر عليه، فده في حد ذاته حاجة هو رافضها جدا. ممكن تكون اللي متحكمة فيه دي زوجة سابقة، اخت، ام، قريبة، صديقة يعني. تمام. هي طاقة أنثوية، لكن طاقة أنثوية قوية جدا، ليها سيطرة قوية جدا عليه. تمام. طيب زي ما قلت لك شايفاه مش مبسوط، شايفاه مخبي عليك حاجات كتيرة جدا، وبالذات ظروفه المادية. أو ممكن هو مش مخبي عليك دلوقتي، هو يعني في حياته عموما أو في علاقتكم عموما كان دايما بيخبي عنك ظروفه المادية. ممكن يكون بيبقى معاه فلوس ووضعه المادي حلو، لكن طول الوقت بيشتكي، طول الوقت بيتحكك بظروفه المادية. ممكن يكون علشان يستغلك، او علشان ياخد منك فلوس، او علشان تصعب عليه، او علشان يتهرب من اشياء معينة. فهو طاقته ان هو دايما بيخبي امواله، او دايما بيخبي الفلوس اللي بتجيله، او دايما مش عايز اللي حواليه يعرفوا حاجة عن ظروفه المادية. طيب شايفة كمان ان للبعض منكم، مش كلكم، الشخص ده شايفاه ان هو في علاقة تانية او في حد تاني في حياته. ممكن تكون علاقة عابرة، مش حب، علاقة كده تسالي يعني، او ممكن كمان يكون في شخص من الماضي بيتواصل معاه.
شايفة ان هو العلاقة دي ممكن يكون دخل علشان يثبت ذاته او علشان مصلحة، لان الشخص ده استغلالي شوية. الشخص ده دايما بيحب يستغل اي حد في حياته بقى، سواء انت سواء صديق سواء قريب، دايما بيحب يستغل الاخرين. طيب زي ما قلت لك، شايفة ان هو عنده مشاكل بيدور لها على حلول بالذات معاك، لان هو مش عايز يخسرك، بس في نفس الوقت مش عايز يبين لك ان هو مهتم. يعني من تحت لتحت كده عايز يحل المشاكل من غير ما يبين لك ان هو مهتم او ان الموضوع شغله. تمام. زي ما قلت لك، الشخص ده بالنسبه له اهم حاجه الفلوس، اهم حاجه المصلحه، اهم حاجه راحته، اهم حاجه استقراره. ما عندوش استعداد ان هو يتحمل اي حاجه تقف في طريق مصلحته، اهم حاجه مصلحته العليا وبس. شخص استغلالي بصوره كبيره جدا وما بيفكرش غير في نفسه. تمام. طيب كمان انت الشخص ده شخص مودي جدا معاك في العلاقه. تمام. يعني ممكن اوقات تلاقيه شخص كيوت وجميل ورقيق وظريف ولطيف وبيحبك ومهتم بيك، وساعات تلاقيه اعوذ بالله اتحول بقى شيطان. فهو مودي جدا، لكن خلي بالك رغم الكلام اللي انا بقوله ده كله، بس انا شايفاه ان هو بيحبك بصرف النظر عن تصرفاته اللي بيتصرفها معاك. شايفه ان في طاقه حب قويه جدا جواه ليك، لان هو طول الوقت بيشوفك ان انت شخص بريء، شخص كويس، شخص بتفكره بالشخصية اللي هو نفسه ان هو يكون عليها. تمام. او بتكمله حياته، او بتكمله صورة حلوة هو نفسه ان هو يكون متواجد فيها. تمام. لان هو زي ما قلت لك شخص استغلالي ودايما بيقرب من الناس علشان المصالح. فطبعا بيبقى في ناس كتيرة جدا في حياته، فبيقابل في حياته او في طريقه ناس وحشة كتير، ما عدا انت الشخص الوحيد اللي ممكن تكون فيك كل حاجة جميلة وفيك كل حاجة بريئة. فبتغير طاقته السامة اللي بيكتسبها من الاشخاص السيئة اللي هو بيقابلها في حياته. طيب عايزة اخد كروت كمان. طيب اوكي. شايفة ان الشخص ده ليك في قلبه كلام كتير قوي، في مشاعر كتيرة جدا ليك جواه، هو ما قالهاش يعني، ما قالها لكش او ما عبرش عنها، لكن انت عندك مكانة كبيرة جدا في قلبه. ولكن الشخص ده يعني قلبه اسود شوية بسبب تجربة سيئة هو عاشها زمان، او بسبب اشخاص زي ما قلت لك سلبيين او سامين في حياته. شايفاه ان الشخص ده تعرض لخيانة، لغدر، استغلال. علشان كده هو دلوقتي بيعمل كده، اللي اتعمل فيه زمان بيعمله دلوقتي فيك. شايفة ان هو كان في علاقة زوجية او في صداقة او علاقة حب، العلاقة دي دمرته وبهدلته. اتعرض لخلافات، لخيانات، فخلته خسر جزء كبير جدا من عشان كده قلت لك انت حاسس يعني هو بيشوفك وبيشوف براءتك ونقائك وصفائك وروحك وطريقتك واسلوبك، بترسم له صورة هو كان نفسه يكون عليها، او بيفتكر نفسه زمان، لان هو ممكن يكون كان كده، لكن زي ما بيقولوا كتر البكا بيعلم الاسى. من كتر اللي هو شافه خسر جزء كبير جدا من طيبة قلبه، وقلبه بقى اسود بسبب الظروف اللي اتعرض لها، او يعني شخص عنده ازمة نفسية او عنده صراع نفسي. تمام. انا شايفاه بيفكر فيك كتير جدا، مش مبسوط، حتى لو هو معاه فلوس، حتى لو هو حواليه حاجات كتيرة جدا بتسعده وبتبسطه، لكن مش مرتاح، دايما مش لاقي نفسه، دايما مش لاقي السعادة. شايفاه بيحبك في طاقة حب، شايفاه بيفكر فيك كتير جدا، وبيحاول ان هو يعني ما يفكرش فيك لكن بيفشل. شايفة ان طاقتك مسيطرة عليه، بتحسسه بالحب وبالاستقرار، يمكن انت من غير ما تحس بتحسسه بكل المشاعر الجميلة اللي هو بيحب يحسها. تمام. طيب
عايزه اشوف طاقتك انت. اوكي ماشي. انا شايفه ان انت عندك مشاكل كتيره جدا، عندك التزامات كتيره جدا، دماغك مش رايقه، طول الوقت قلقان خايف مش مرتاح مش مبسوط. في اوقات بتيجي عليك بتكون عايز تتواصل معاه، عايز تتكلم معاه، عايز تعمل حاجه، لكن بترجع في كلامك تاني او بترجع في الخطوه دي تاني. يعني قلبك بيقولك لكن عقلك بيقولك لا. شايفه ان العلاقه دي كانت مش مطمناك من الاول خالص. العلاقه دي شايفاها ان هي ما كانتش قويه بما فيه الكفايه. ممكن كانت علاقه كمان اون واوف، بتسيبوا بعض كتير، بترجعوا لبعض كتير، او انت حاسس ان العلاقه دي ممكن في اي وقت هتنهار. حاسس انها كانت مبنيه على الميه ملهاش اساس. تمام، فانت اوريدي ما كنتش مطمن من بدايه العلاقه، حاسس ان يعني انت حاسس ان العلاقه دي ما كانتش هتكمل باي شكل من الاشكال، او كانت هتبوظ باي شكل من الاشكال. زي ما قلت لك عندك حيره كبيره جدا. ممكن تكون اوقات بتكون عايز تكلمه، بترجع في كلامك. هو كمان زي ما قلت لك لان هو شخص مودي، فهو مسبب لك انت كمان حيره. انت مش عارف له اول من اخر، مش عارف هو عايز ايه بالظبط، مش عارف هو انهي شخصيه. ممكن يكون هو بكذا شخصيه، لان هو قلت لك شخص متلاعب شويه. زي ما قلت لك انت بتفكر، اوقات بتيجي عليك بتفكر ان انت تاخد خطوه، فبلاش موضوع الخطوه ده، بلاش انت اللي تاخد الخطوه ناحيته. حتى لو هو رحب بالخطوه دي، لانها بعد كده هتضرك انت، مش هتكون في مصلحتك. تمام، شايفه من خلال الورق ان الخطوه دي مش هتكون في مصلحتك. انا شايفه ان مشاعره ليك بتزيد، شايفه ان حبه ليك بيزيد، شايفه ان شغفه ليك بيزيد، اشتياقه وحنينه ليك بيزيد. وهو خلي بالك بيقاوم علشان مش عايز يضعف قدامك، بيحاول يطلعك من دماغه لكن مش عارف. الشخص ده دايما بيحب يهرب من المسؤوليه ناحيتك، دايما شايل ايده من حياتك. اي وقت انت بتحتاج له فيه مش بتلاقيه. يعني ممكن اي وقت انت بتبقى محتاج اي مساعده منه او محتاجه في اي حاجه مش بتلاقيه. حتى لو ابسط حاجه، حتى لو عيد ميلادك ممكن تلاقيه بيجي يتلكك قبلها بيومين 3 عشان ما يقولكش كل سنه وانت طيب، او ما يحتفلش بيك، او ما يجيبلكش هديه. فهو شايل ايده من اي مسؤوليه، هو شخص ما بيحبش المسؤوليه، عايز يعيش حياته كده بالطول والعرض من غير اي مسؤوليات. هو خلي بالك عارف ان انت قاعد منتظر وقاعد مستني منه خطوه، لكن هو عامل نفسه مش واخد باله، عامل نفسه مش من هنا، يعني عامل نفسه من بنها كده زي ما بيقولوا. هو عارف ان انت منتظره لكن مش بيعمل حاجه. لكن رغم كده هو مقدر حاجات كتيره جدا انت عملتها معاه. لان انت وقفت جنبه وساعدته ودعمته، وهو مقدر ده. عنده انجذاب وشغف ليك جدا، وهو عارف ان الغلط من عنده هو، وان هو استغلك واستغل حبك واستغل مشاعرك. وانت للاسف اديت له كتير جدا، اديت له اكتر من قيمته لحد ما هو اتمرد عليك. شايفه كمان ان في فجوه ما بينك وما بينه بسبب هو وعد هو اداهولك وخلفه، او ما وفاش بوعده ناحيتك. تمام. هو شايف ان انت صبرت عليه كتير جدا، وان انت اتخطيت ازمات كتيره جدا علشانه، وزي ما قلت لك مقدر كل ده. ويعني هو عارف ان هو كان علاقه سامه في حياتك، وان هو خسرك حاجات كتيره جدا، وقتك وطاقتك وحبك ومشاعرك، حتى ضحكتك خسرها لك. هو معترف زي ما قلت لك في الاول، هو عارف ان هو تعبك، وهو معترف ان هو تعبك وكسر قلبك وكسر نفسك في وقت انت كنت محتاج له فيه. وعارف برضو ان هو مسبب لك حيرة، ومسبب لك خذلان، ومسبب لك خيبة امل كبيرة جدا. انت عندك خيبة امل كبيرة جدا بالنسبة له. لكن شايفة رغم كل الكلام اللي انا بقوله ده، شايفة ان هو بيحبك وانت كمان بتحبه. لكن اللي وقف ما بينك وما بينه نزواته، او عدم تحمله المسؤولية،
او بسبب استغلاله او بسبب حبه لنفسه اكتر من اي حاجة تانية. انت زي ما قلت لك شايف ان العلاقة دي منهارة او شايف ان العلاقة دي بايظة بسبب جبروته وقسوته وبسبب تصرفاته السيئة، لكن هو بيحسس ان هو بيحبك وحاسس ان روحه متعلقة بيك. ويعني شايفة ان هو بيحبك، لكن في نفس الوقت خايف، عنده مخاوف شديدة جدا، خايف ان هو كمان يخسرك، خايف تقسى عليه، خايف ان انت ترفضه، عشان كده ممكن يكون ما بياخدش خطوة او مأجل الخطوة او مش عايز ياخد خطوة دلوقتي. شايفة في حب، انا شايفة ان في حب، شايفة ان هو بيحبك، مع انه ممكن يكون انت تواصلت معاه او انت عرضت عليه مثلا اللي انت ترجع له او ان انت تتكلم معاه وهو اتعامل معاك بقسوة او رد عليك ببرود او بتجاهل، ممكن يكون كمان عمل لك بلوك، لكن رغم كده بيحبك. كمان شايفة ان الشخص ده بيقول كلام وبعد كده بيرجع يندم على الكلام اللي قاله، تمام، يعني ما بيكونش واخد باله قوي من الكلام اللي بيقوله او مش بيعمل حساب للكلام اللي هو بيقوله، تمام. لكن كحب شايفة ان في حب، شايفة ان في مشاعر، شايفة ان هو متعلق بيك، شايفة ان هو خايف يخسرك، شايفة ان هو خايف ان انت تقسى عليه، ان انت تسيبه، ان انت تبعد عنه، تمام. طيب دي كانت اعترافات النهارده، الاشياء اللي جوه قلبه اللي انت ما تعرفهاش. ان شاء الله باذن الله اكون قدرت افيدكم، وان شاء الله باذن الله اشوفكم في فيديو قريب، وهتوحشوني جدا جدا. باي باي.